واحدة بتحكي وبتقول في يوم كنت قاعدة انا وماما وعمالين نتكلم ونشتم في مرات اخويا وهي كانت قاعدة في شقتها ومش سامعانا. المهم سمعنا صوت باب الشقة بيتقفل فعرفنا انها نازلة وبطلنا كلام ولقيناها جايه لنا بشوكولاتة ومكسرات وحاجات حلوة من عندها. ومن يومين كنت قاعدة عندها في البيت وشفت فستان بتاعها كان عاجبني جدا بس ما بينتش. لقيتها قامت من نفسها رشت عليه برفان ولفته لفة هدايا وراحت قايله لي خدي دي هدية مني ليك. فانا طبعا ما رضيتش وقلت لها ده بتاعك وما ينفعش اخده. فراحت قايله لي هو بتاعي بس كله من خير اخوك وبعدين انا وانت واحد. فرديت وقلت لها بس ده بيبقى حلو عليكي قوي وانا ما ينفعش البسه. فراحت قايله لي بيبقى حلو عشان عينيكي حلو بس عليك انت هيبقى احلى بكتير. ولما بتعمل اكل حلوه او حلويات بتجيب لنا انا وماما. ولما بتخرج تتعشى بره هي واخويا بتعمل حسابي وبتجيب لي من اللي هم اكلوه. وكل يوم بتنزل تنظف شقتها وتغسل المواعين رغم ان ساعات ببقى قاعده فاضيه. هي بجد جميله وطيبه ونظيفه وحاسه من تصرفاتها انها عقل رغم انها لسه صغيره في السن عندها 19 سنه بس. ملخص الكلام عايز اقول لكم ان انا وماما مش بنحبها رغم انها حاولت كذا مره ومش عارف. وحاليا هي حامل وبقالها 3 ايام ما نزلت. فانا قلت اطلع اطمن عليها لكن ماما منعاني وبتقول لي دي بتدلع علينا سيبك منها. وسؤالي هنا هي ممكن تكون تعبانه فعلا ولا بتدلع علينا زي ما ماما بتقول؟